قشطوطة وبشطوطة ورايحة وجاية ومخبوطة يعني كمية الاستيعاب بتاع البني آدم أو الكومبريهنشن بتاعي ما بقاش زي زمان. أهلا بيكم في مش بس طرق. طبعا هم بيعملوا فيها الحركة دي دايما، فبيجيبوني وأنا جاي العيادة فتلاقيني بنفس اللبس. أنا آسف، حاولوا تستحملوني. كل سنة وانتم طيبين. رمضان الكريم جه ان شاء الله ويبقى شهر الخير علينا كلنا. الحلقة دي مش هتكلم على حاجة ليها دعوة ولا بطب ولا مش بس طب ولا بكورة، ولا هتكلم على رمضان. قد ايه رمضان زمان كان ليه طعم وشكل وريحة وامبيانس عموما، يعني المزاج كامل موجود، سواء كان المزاج الديني والمزاج الأسري والمزاج الزخرفة في الشوارع والإحساس. أنا مش راجل ديمودي، يعني مش راجل قديم، لكن في نفس الوقت بحن للحاجات اللي هي دايما ليها الطابع بتاعنا. كان أهم حاجة في كل الدول العربية هي مصر، الطابع الرمضاني الأصيل. الخيام الرمضانية، الشوارع اللي مليانة أنوار، الموائد الرحمن، المسلسلات، الفوازير. يا جماعة أنا ممكن أسأل سؤال، هو الفوازير راحت فين؟ من ساعة ما الفوازير خلصت من 20 سنة ما شفناش فوازير. يعني مش بتكلم برضه عن نوستالجيا، أنا بتكلم على إن الدفء الأسري بتاع رمضان، الحياة الاجتماعية اللي كانت موجودة في رمضان تغيرت مع تغير الحياة الاجتماعية وما تغير الظروف وما تغير كل حاجة، لكن في الآخر ده كان بيميزنا. أنا لما بروح دولة عربية ليها طابع خاص في شمال المغرب ولا حاجة، بلاحظ إن مفيش حاجة بتتغير برغم إنها متغيرة تماماً وأب تو ديت وكل حاجة، لكن تروح السوق القديم بتاعها، تروح المطاعم بتاعتها، تلاقي نفس البصمة بتاعتهم موجودة في كل حتة. ليه البصمة بتاعتنا عمالة بتختفي وبتستبدل بحاجات غربية عنيفة جدا في وقت رمضان؟ فأنا حابب إن أنا أعيش رمضان زي ما أنا بحب أعيشه، أو زي ما أنا اتعودت أعيشه، أو زي ما أنا انبسطت وأنا بقضيه. ودي من أهم الجمل اللي موجودة عندي، إن أنا كنت بنبسط برمضان وأنا بقضيه. دلوقتي أنا بنبسط بالعبادات زي ما كنت بنبسط بيها زمان، بس ما بقيتش بنبسط بأي حاجة تانية. ما بقيتش بنبسط بالتقارب الأسري بجو رمضان. أنا بنزل قبل الفطار في رمضان ما بحسش إن أنا في رمضان. بنزل بعد الفطار بحس إن أنا رايح أسهر سهرات رمضانية، لأ، سهرات عادية خالص وخروجات ودلع وبعدين نسيت أقول لكم، أرجوكوا ما تلعبوش في الثوابت. بلح الشام، الزلابية، القطايف، الكنافة العادية، العبوا في الباقي كله، بس ما تلعبولناش في الثوابت بتاعتنا. احنا بنحبها، احنا عايزين الطعم القديم بتاع زمان ده. مش قصدي الطعم القديم اللي برضه نوستالجيا، وتقريبا الحلقه كلها هفضل اقول كلمه نوستالجيا. انا مش بتكلم عن النوستالجيا، انا بتكلم ان اانا بحب استطعم الحاجه بتاعه رمضان زي ما كانت. الباقي انا بحبه برضه، النوتيلا والبيستاشيو وال اسمه ده المانجو واتابر، بس انا عايز دول يبقى ليهم طابع، ما يبقاش دول محطوطين على جنب كده واصل هم ما عملناش كتير، اصل هم خلصوا، اصل ما اعرفش ايه، والباقي هو المتواجد ده. والاسامي، انتوا قتلتونا خلال ال4 سنين اللي فاتوا بكميه اسامي للحاجات اللي احنا كنا بناكلها عادي، بقت قشطوطه وبشطوطه ورايحه وجايه ومخبوطه يعني كميه الاستيعاب بتاع البني ادم او الكومبريهنشن بتاعي ما بقاش زي زمان. انا عايز حاجات طبيعيه، وبعدين مين يقدر يلحق كميه الاسامي اللي انتوا بتعملوها دي؟ ممكن تسيبونا رمضان بليز، سيبوه لنا بحلاوته بدلعه بهدوءه بصلواته بأدعيته، ما تلعبوناش في الثوابت. انا عايز ارجع اشوف مصر، مش قصدي مصر كلها يعني، بس انا عايز ارجع ان انا كل الحاجات الاوثنتكس بتاعتي الاقيها موجوده. ليه كل حته بتحافظ على الاوثنتكس بتاعتها واحنا بنحاول نطور الاوثنتكس بتاعتنا؟ الاوثنتكس بتاعتنا اعظم بكتير من اي حاجه تانية ولا اي دوله في العالم. مش قصدي على الدول، لكن انا في الاخر انا معتز بالاوثنتكس بتاعتي كلها، فانا مبسوط بيها.
فبليز سيبوا لنا حته منها، خدوا انتوا الباقي العبوا فيه، اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس سيبوا لنا الحته اللي احنا بننبسط بيها. ومش قصدي اغلس، ومش قصدي اتكلم عن النوستالجيا، بس انا بحب نوستالجيا رمضان. مع السلامه.